أهلا بيكم. لكل اللي ما يعرفونيش، أنا اسمي دكتورة هناء مصطفى، وأنا دكتورة بيطرية، وبدأت على اليوتيوب بقالي 7 شهور. وكنت مقررة إن أنا أعمل محتوى كويس هادف يجيب أرباح. فقررت أول حاجة أعمل محتوى للأطفال، وقلت أكيد المحتوى ده كويس جدا وهيكون مفيد لناس كتير. لكن اكتشفت بعد شوية إن المحتوى الأطفال ما بيجيبش مشاهدات أبدا. وبعد ما دخلت في قصة الأرباح لقيت إن أرباح ضعيفة جدا، فقررت أغير المحتوى. قلت أنا هعمل محتوى تعليمي هادف بصوتي بس. وفعلا جبت فيديوهات من على جوجل وركبت عليها صوتي. لكن حصلت المفاجأة، اليوتيوب قال لازم تظهري بنفسك في القناة. ايه اللي يعرفنا ان انتي اصلا اللي بتتكلمي؟ والمصادر دي انتي جايباها منين؟ فاليوتيوب بعتلي تحذيرات كذا مرة، وجالي كوبي رايت كذا مرة. وما أدراك ما الكوبي رايت يعني إيه؟ يعني محتوى معاد استخدامه. كنت بتكلم على الفضاء والبحار والمحيطات والحيوانات، لكن ما قدرتش أكمل في المحتوى ده. بعد الفترة دي قررت إن أنا أغير تاني محتوى القناة. محتوى القناة أصبح بقى كام؟ محتوى القناة بقى إيه؟ محتوى القناة بقى بقى معلومات عامة برضو عن حياتنا الشخصية اللي بنعيشها، لكن آه بظهر فيها بنفسي. اضطريت أعمل كده لأن محتوى القناة مش هينفع، لازم يكون ظهور بنفسي زي ما اليوتيوب عايز، لأن اليوتيوب عايز شخص يعمل محتوى بنفسه. امال هيديك أرباح على إيه؟ المهم قررت أكمل في المحتوى ده، والحمد لله جالي جواب الجوجل أديسنس. ده جواب الجوجل أديسنس اللي جالي من الجوجل، فيه الرقم عشان أثبت تعريف عنواني. والحمد لله فعلا ثبت تعريف عنواني. وبعد ما ثبت تعريف عنواني استمريت في الشغل على اليوتيوب. وبعد ما استمريت في الشغل على اليوتيوب عوض ربنا كبير، ان ما بيضيعش تعب حد اكيد. فجالي فعلا اول $100 في القناة، وده اول ارباح ليا في القناة. وانا بقول لكل صناع المحتوى كملوا في اليوتيوب وما تزهقوش وما تتضايقوش وتعبوا على محتواكم. وانا بدأت فعلا في البداية غلط برضو، لان انا ما كنتش لسه واخده القرار الصح. فلما قررت القرار الصح جات لي الارباح الصح. وانا بقول لكم اتعبوا على محتواكم علشان تلاقوا ارباح. وفعلا اللي بيتعب على محتواه بيلاقي ارباح. وزي ما انتم شايفين طبعا انا لسه عندي جودة الاضاءة ضعيفة والتصوير ضعيف، وكل ده انا هغيره طبعا لسه. انا ناوية اجيب ستاند للكاميرا واظبط الدنيا عندي والاضاءة طبعا هظبطها. دعواتكم ليا، وان شاء الله للافضل وللامام. نسيت اقول حاجة، السلام عليكم.